السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض رز بلبن. عندي اللبن على النار قايم يغلي اهو، ومعايا نص كوباية رز غسلتها ونقعتها شوية وصفيتها، وهننزل بيها على اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. هياخد غلوتين كده مع بعض يا حبايبي، وبعدين اطفي عليه اسيبه منقوع فيه بقى شويه كده براحته، ساعه ساعتين كده ولا حاجه على ما اجي اعمله. ومعايا هنا لبن حطاه على النار برضو الجايه التانية اهو، كان متجمد في الفريزر عشان اسقي بيه الكيكه بتاعتي عشان هنعمل القشطوطه. نزلت هنا بالرز واديته غلوتين مع بعض كده وطفيت عليه، فطبعا لقيت الكميه قليله، فاشتريت لبن تاني عشان قمت حاطه في ده اللي كان على النار. غسلت نص كوبايه رز تاني حطيتها فيه يغلوا مع بعض غلوتين كده، واحط ده على اللي في الحله التاني واسيبه يتنقع كده يجي ساعتين فيه كده ولا حاجه في اللبن. وجبت لبن تاني معايا اهو عشان ايه اسقي بيه الكيكه اللي هي بتاعه القشطوطه عشان نعمل القشطوطه. لسه بقى احطه على النار بعدين. حبايبي ادي الرز بلبن بتاعنا اهو. الرز شفتوا عمل فيه ازاي، بسم الله ما شاء الله. بعد النقع بقى اهوت هحطه على النار بقى عشان اعمله. احط عليه نشا ومعلقتين كريم شانتيه ومعلقتين عسل ابيض وخلاص وكفايه. هنا يا حبايبي معايا الرز بلبن بتاعي جاهز اهو، صبيته في الاطباق اهوت. وهعمل معايا بقى الكيكه الاسبونج عشان نعمل القشطوطه مع بعض. نص كيلو اهو جاهز كيك سبونج. اهم حاجه فيه 6 بيضات، وظرف الفانيليا دايما عندي احطه على البيض، هو كل حاجته فيه محسن وكل حاجه فيه. وكوب من الماء اهوت، وادي البوله بتاعتي، وهحط بقى البيض في البوله وبنضرب بقى بالمضرب. هوريكم هنعمل ايه. حطيت البيض بالفانيليا يا حبايبي اهوت، هضربه بقى بالمضرب الكهربائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل عليه بقى بالسبونج وهضربه كويس وارجع لكم. هنا يا حبايبي معايا الرز بلبن بتاعي جاهز اهو، صبيته في الاطباق اهوت. وهعمل معايا بقى الكيكه الاسبونج عشان نعمل القشطوطه مع بعض. نص كيلو اهو جاهز كيك سبونج. اهم حاجه فيه 6 بيضات، وظرف الفانيليا دايما عندي احطه على البيض، هو كل حاجته فيه محسن وكل حاجه فيه. وكوب من الماء اهوت، وادي البوله بتاعتي، وهحط بقى البيض في البوله وبنضرب بقى بالمضرب. هوريكم هنعمل ايه. حطيت البيض بالفانيليا يا حبايبي اهوت، هضربه بقى بالمضرب الكهربائي. بسم الله الرحمن الرحيم.
هنزل عليه بقى بالسبونج وهضربه كويس وارجع لكم. نزلت بالسبونج اهو يا حبايبي، هقلبه كده الاول قبل المضرب عشان ما يطرش مني اهوت، وبعدين بقى اضربه بالمضرب. دقيقتين بقى على السرعة الهادية، وبعدين 3 دقايق على السرعة 6 دقايق على السرعة العالية بقى. نضرب فيها كده 6 دقايق. طبعا حطينا البيض والسبونج ومية، كوباية مية، نضرب فيها كويس كده على أعلى سرعة معايا أول. زودت شوية مية كمان عشان تعلى معايا. ادي شكلها يا حبايبي اهي. نجهز صينيه بقى وفيها ورقه زبده. طبعا حطينا ورق زبده اهوت وصبينا الخليط في صينيه كبيره ووزعناه كده. مسخنين الفرن وبعدين ندخل الفرن بقى. دي الاسبونج طلعت معايا من الفرن اهي في منتهى الجمال اهي. هسقيها بقى اللبن المغلي وعليه عسل ابيض، واسقيها بقى وارجع لكم. ده الشكل النهائي يا حبايبي اهو.